البيضة شمي ريحتها ما فيها بقى. السلام عليكم، كيفكن يا حلوين؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير. هلا قبل ما نبدأ بفيديو اليوم خلونا نكسب الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكمان اللي عم تشوفني جديد تشترك بالقناة ولا تنسوا لي اللايك لهذا الفيديو. ويلا نبلش بفيديو اليوم. هلا رح احكي لكم اليوم بهذا الفيديو كتير شغلات. اول شي كيف قضيت نهاري، وين رحت وشو طبخنا، وكمان رح احكي بموضوع كتير مهم. رح شارك معكم أجواء الانتخابات عنا كيف كانت بسوريا، طبعا شو صار وشو جرى. طبعا للأسف الشديد التصرفات كانت كتير بتزعل، كتير انزعجنا وكتير انقهرنا على الشي اللي صار. الحمد لله ناس يعني سبحان الله ما بتعرفي كيف بتفكر. فرح شارك معكم اليوم شو صار. ومبدئيا فيني بارك للشعب التركي بفوز أردوغان. إن شاء الله هيك ألف مبروك لهم يا رب، وعقبال الفرج القريب يعني لأننا إن شاء الله. ونفرح، بس أكيد ما رح نفرح بنفس الطريقة يلي فرحوا فيها للأسف عنا بعض الشباب هون بسوريا. هلأ المهم تعالوا لنبدأ بالفيديو اليوم. خبركن شو عملت وكيف قضيت اليوم. هلا أول شيء أكيد ما بصير بلا القهوة، حتى هيك نصحصح ونروق. وقولوا لي صبايا، اكتبوا لي بالتعليقات مين بيحب القهوة مع الحب الهال. كتير بنحب القهوة مع حب الهال، لأنه عن جد بتعطي ريحة للقهوة كتير طيبة وبتشهي، وكمان طعمها بيصير كتير طيب. فقالوا لي مين بيحب القهوة مع هال. حبيت اليوم هيك شارك أجواء فنجان القهوة الصباحي معكم. صار لي زمان لأنه ما هيك شاركتكم تفاصيل يومي كله، وخاصة فنجان القهوة. هلا رح أحكيلكم عن شغلة كمان بتهم أصحاب القنوات، قنوات اليوتيوب كتير بتهمهم. رح أعمل شغلة بتفيد كل هاي الأشخاص. طبعا هذا الشيء رح يكون هدية يعني صغيرة مني لإلكن، لأنه عن جد أنتوا كنتوا معي وقفتوا معي ودعمتوني. فرح أعملكن هيك شغلة صغيرة إني أردلكن الجميل فيها. انطروني بالفيديو اللي بعد هاد، رح أحكي لكم تفاصيل أكتر ورح نبلش فيها إن شاء الله. هذا الشيء يعني اللي رح أعمله مثل ما قلت لكم بيهم كتير أصحاب القنوات. فإن شاء الله هيك يا رب إني أقدر ساعدكم قد ما فيني. هلا بما إنه أنا بحب الخير وحابة إني أعمل معكم خير، فبتمنى منكم إنه تعملوا لي لايكات كتير على هذا الفيديو خلوه يوصل لل 500 لايك أقل شيء يعني، حتى يوصل لأكبر عدد من الناس وتستفاد الناس بالشيء اللي رح أعمله أكتر وأكتر. رح يكون شيء كتير حلو يعني إن شاء الله. ما رح أحرق عليكم القصة. الفيديو الجاي إن شاء الله رح أشرح لكم كل شيء بالتفصيل. وهلا صبايا بعد ما شربنا فنجان القهوة نزلنا أنا وأمي على السوق. اشترينا شوية أغراض، ومثل ما شايفين هون كمان اشترينا عدة الفطور. كتير بنحب الفلافل والفتة، فأخذنا شوية فلافل وفتة وكمان شوية خضرة حتى نعمل هيك سلطة. المشروع الصراحة أنه يكون اليوم فطورنا سندويش فلافل. هذا أكتر وجبة فطور مفضلة عنا، وحتى أنا بحبها كتير يعني، وبحبها للولاد كتير، إنه هيك سندويش يعني أسرع وأطيب. فأخذنا هيك شغلاتنا وغراضنا ورجعنا على البيت حتى هيك نجهز الفطور ونفطر. وهلأ صبايا بدي أحكي لكم شو صار بيوم الانتخابات عنا بسوريا. للأسف الشديد طبعا صار في عنا لما اللي فاز الرئيس أردوغان إن شاء الله هيك ألف مبروك، صار في عنا احتفالات بطريقة كتير زعلت الناس. صار ضرب رصاص كتير قوي. حتى الناس ضلت تقريبا شي ساعتين ما تقدر تطلع من بيتها أبدا. وحسبنا الله ونعم الوكيل يعني. صار كتير إصابات بالنسبة يعني للمخيمات أو للشوارع، يعني صار في كتير إصابات يعني بالناس.
الحمد لله إنه انفدت بإصابات، بس ولكن الشيء اللي بيقهر عن جد إنه ما مشكلة، يعني بدك تفرح أفرح، يعني من حقك إنه تفرح، بس إنه ضرب الرصاص ليش؟ يعني الصراحة بتركيا ما صارت، يعني الأتراك مثل ما بيقولوا، مثل ما حطيت لكم بعنوان الفيديو كمان، إنه الأتراك يعني صراحة ما عملوها. فهون يعني الله يصلحن. بس هلا رح احط لكم مقطع صغير وفرجيكم شو صار. سمعتوا صبايا؟ والله عن جد شي بيحرق القلب والله. يعني ارتعبوا الناس والولاد، والله بالبيت الولاد يعني أولادي فقعوا بكي يعني من الخوف، يعني وهن فرحانين من حقهم انهم يفرحوا، كلياتنا فرحنا، بس ولكن الطريقة كانت عن جد كتير كتير مزعجة. فالله هيك يصلحن يا رب ويهدي الأوضاع عنا يا رب، وهيك يصير يعني يعود مثل ما بيقولوا الأمن هيك والأمان. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، أحسن شي يا رب. الله هيك يحمينا ويحمي الجميع إن شاء الله يا رب. هلا هون طلعت بنتي لعندي قد ما خافت يعني، فجبتها هيك ثواني قعدت جنبي عم تسألني ماما إنه شو صاير وشو في. قاعدين بالأرض الصراحة، قولي يعني نحن ما بيأثر علينا زيادة لأنه طابق عالي يعني وفي حيطان يعني حوالينا. فعم تسألني إنه شو في، ليش هيك عم بيقوسوا، شو صاير. لحتى هيك خبرتها وقلت لها إنه هذا الشيء يعني إنه فرح، يعني الناس فرحانة وهيك، بس إنه نحن لازم نضل جوا. حتى هيك يعني اقتنعت شوي. يعني هو أكتر الشيء إنه الواحد بينقهر على الأولاد يعني. بعد ما فهمت الموضوع إنه هذا سببه فرح وهيك، فضحكت يعني وفرحت، وحسيت إنه يعني الخوف يعني راح من قلبها شوي. الله هيك يحمينا يا رب ويحمي الجميع يا رب، ويديم الأمن والأمان والاستقرار يا رب. وهون بنفس الوقت أنا كنت حاطة على المجدرة على النار واستوت مثل ما شايفين. قليت لها هيك هالبصلات وحطيتهم على وشها، وهذا الشكل النهائي مع شوية مخلل وشوية سلطة ولبن. كتير 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 طيبة المجدرة، الأكل المقدرة. الله هيك ديما نعمة يا رب، ويحفظها هيك من الزوال يا رب. ومثل ما قلت لكم صبايا بأول فيديو، لا تنسوا الفيديو القادم إن شاء الله رح يكون فيه مفاجأة كتير كتير حلوة لكم. فلا تنسوا إذا مو مشتركين بالقناة اشتركوا هلأ ووصلوا لي لأكبر عدد من اللايكات. انتي شفتك يلي لسه لهلأ مو عاملة لايك، رح يخلص الفيديو باقي له دقيقة أو أقل من دقيقة وبيخلص الفيديو ولسه لهلأ مو عاملتي لي لايك. طيب أنا شو أعمل؟ قولي لي أنا شو ساوي؟ نقرة صغيرة بس على اللايك بتفرحي قلبي. ربي يفرح قلبكم ويجبر بخاطركم يا رب. خلونا نوصل هذا الفيديو مثل ما قلت لكم لل 500 لايك، ووعد بس وصل لل 500 لايك صرت خروت. بس وصل لل 500 لايك بإذن الله رح أحكي لكم شو هي المفاجأة. كتير كتير بتهمكم ها، اعملوا لي لايكات لهذا الفيديو كتيرة حتى نبدأ إن شاء الله بالمفاجأة الحلوة لكم. ولهون بيكون خلص فيديو اليوم صبايا، بشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد. تصبحوا على ألف خير.